مساء الخير، كيفكن؟ بما انه صارت مطلوبة مني اكتر من مرة اني اعمل فتة الدجاج، فانا اليوم بدي اعمل فتة الدجاج، وقلت لانكم طلبتوها مني اكتر من مرة رايحة اليوم اني انزلكم هاي الوصفة. بتمنى من اللي عم بيشوفني لأول مرة بهذا الفيديو يا ريت انك تشترك بالقناة، واللي مشترك بقناتي لا تنسوا الضغط على زر اللايك والسبسكرايب، وتعملوا شير للقناة للفيديو. بالنسبة لفتة الدجاج، طبعا هي أكل كتير كتير طيبة عن جد. اللي يعني الناس اللي ما مجربة فتة الدجاج إن تجربها رح تعجبهم كتير إن شاء الله بإذن الله. بداية رح نحكي عن المكونات الموجودة عندي. مكونات فتة الدجاج، طبعا الدجاج هذا شيء بيرجع لكم انه شو بدكم تحطوا. يعني من الدجاج ممكن تاخدوا كل الفروج، بس انا لا، ما بحب حط غير صدر الدجاج الفيليه، بنحبه اكتر شيء نحنا، فلهيك انا بشتغل فيه اكتر شيء. دجاج، وعندي لبن ورز وليمون، عصير ليمون، عندي توم مهروس، وعندي الطحينة هي الراشة، وعندي للتزيين اللوز والفستق. بالنسبة للبهارات، عندي بودرة الماجي وملح وزنجبيل وهيل. هدول طبعا تعرفوا اني انا يعني ما بقدر اني الا احطهم بالدجاج. وعندي فلفل وكاري وبهار الدجاج وكركم. الكركم بيعطي لون حلو للدجاج، مشان هيك يغير لونه. طبعا برجع وبقول البهارات شيء بيرجع لكم، هذا اختياري. ممكن انا اني بحب البهارات كتير فبدخل كتير باكلاتي، ممكن انتو تاخدوا مثلا البهارات اللي انتو بتحبوها، الشيء اللي انتو ما حابينه بالبهارات اللي انا عم حطها ما في اي مشكله، انكم فيكم انتو تلغوها. بالنسبة للمقادير اللي عندي الموجودة، أنا هون حطيت 3 كاسات رز، وحطيت لبن تقريبا نص كيلو أو أكتر شوي، رح يكون أكتر من النص كيلو. طبعا بكتب لكم المقادير اللي أنا اشتغلت فيها. عندي هون خبز، هذا الخبز بتقدروا إنكم تقلوه، بتقدروا إنكم تحطوه بالفرن. مشان الدايت والرجيمات بتقدروا تحطوها بالفرن مشان ما كتير تاخدوا يعني إنه سعرات حرارية كتير، بس أنا بحب للفتة إنه يكون خبز مقلي. هلا اول شي رح نساوي، رح اسلق الدجاج. طبعا هاي البهارات كلها مثل ما هلا كل البهارات الموجودة عندي، وراح اضيف معاهم ورقة غار. طبعا ورقة الغار رح نشيلها اخر الشي، ما رح نخليها. هلا بنحركهم نغطيهم.
يعني الصوص يكون هيك يعبي الوجه بهالشكل هذا. خلصت هيك، هلا بدي زينها. انتو طبعا مثل ما قلنا الزينة بترجع لكم، فينكم تحطوا لها اذا حبيتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بقدونس مع الزينة هاي، بس انا ما بدي اضيف لها. هلا السمنة اللي انا اخذتها وحمست فيها اللوز والفستق، سخنتها هون، حمت عندي يعني، بدي اقلي الوجه فيها. خلصت، جاهز الاكل معي. مثل ما شايفين انا عملت لكم الفتة بهالطريقتين، الطريقة اللي بتناسبكم اللي بتحبوها جربوها. ان شاء الله طريقتي اليوم تكون عجبتكم، وتكونكم انكم تحبوا طريقة تقديمي بالاكل. عوافي وصحتين وهنا.